الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أصدقائنا الأعزاء، لقاؤنا بكم اليوم هو لقاء خاص. كثرت الإعلانات مؤخرا عن خطر تبذير الماء، والكثير منا لا يهتم. لماذا؟ ببساطة لأن كل واحد منا يقول: وهل أنا الوحيد الذي يضيع الماء؟ ثروان من كل شيء قناة شوهر يا خنان. كل واحد منا يرمي مسؤولية تبديل الماء على الآخرين، وهو البريء الوحيد في هذه القضية. زينة إنت مسؤولية ديالنا نحن شي زعما وتدير والو. إذا متهم في هذه القضية هو من الذي جريمة؟ إنه أنا وأنت وهو، جميع متهمون. لماذا؟ يوانش نشيك وي ما نتعدى لا يمير. لأننا مسلمون لا نخاف العطش فقط، بل نسمع لقوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من زين الشيء يبسلم والتوكل شفا ولا إيوانسنا أوانس يعبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أصدقائنا، إخواننا، أمهاتنا، معلماتنا، لنحمل جميعا هم المحافظة على الماء. هندوكاتنا، ثورتنا، مهنتنا، معلماتنا، يلا عكسي مار نبسل ومان. وأخيرا نوصي أنفسنا وإياكم بهذه الخطوات العملية لنادي الأرض والثواب. أولا، لا تفتح الصنبور بقوة عندما تغسل يديك. ثانيا، أغلق الصنبور أثناء تنظيف أسنانك. ثالثا، لا تتوضأ من الصنبور مباشرة، وإنما بإناء صغير من الماء. والسلام عليكم.